السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. وصفة اليوم عبارة عن تارت بالموز والكريمة، سهلة في التحضير ومكوناتها بسيطة. رغم بساطتها فهي لذيذة بزاف وعندي معها ذكريات منذ الطفولة، لهذا أحببت أن أشاركها معكم. بسم الله، نبدأ في تحضير الوصفة. هنا 7 بياض من البيض، كيس من الفانيلا وقليل من الملح. كما كتشاهدوا غنبقى نطرف البيض حتى يضعف الحجم ديالو، وكما كتشاهدوا كنزيد السكر شويه بشويه، وانا كنطرب البيض حتى يضاعف الحجم ديالو ويذوب السكر تماما. ومن بعد نزيد 50 مل من الزيت صافي، نبقى نخلط مزيان حتى يضاعف الحجم ديال البيض. وهنا عندي 7 صفار ديال البيض، نزيد معاهم 100 غرام من السكر ونبقى حتى هما نطربهم حتى يضاعف الحجم ديالو. ومن بعد ما ارتفع حجم الصفار وصبح اللون ديالو فاتح كما كتشاهدوا، هذا هو القوام. كنزيد هاد الصفار على البياض، من بعد نخلطوا الكل مع بعض. الكميه ديال الزيت اللي ضفت له كتخليها تجي هشيشه وخفيفه. من بعد ما ضفت الصفار على البياض كنخلط مزيان حتى ينسجم الخليط. ومن بعد نزيد كميه الدقيق اللي عندي، يكون مربل او منخول باش يجينا الكيك ديالنا خفيف. ملي نضيف الدقيق نبقى نخلط شويه بشويه، كنحاول نخلط نطلع من تحت لفوق باش هذاك الهواء اللي دخلنا في البيض ما يمشيناش، باش ما تجيناش الكيكه ديالنا الاستيك وتجي خفيفه. صافي نصب الخليط ديالي في قالب الكيك وندخلو الفرن. وضروري خصو الفران يكون سخون، لان جنواز ما كيديش وقت بزاف الطياب، خصو ضروري الفران يكون سخون مزيان، ما كيديش الوقت بزاف، 20 دقيقه يكون واجد. من بعد ما خرجت الجنواز ديالي من الفرن نخليه يبرد تماما باش يكون سهل التقطيع، ما يتعجنليش في التقطيع. وهنا عندي 600 غرام من كريمه الخفق بالسكر، اذا ما كانش فيها سكر اضيفوا له السكر. وممكنكم تنكهوا الكريمه ديالكم باي حاجه بغيتوها. ومن بعد ما ضاعف حجم الكريمه اصبحت جاهزه. وهنا قطعت الكيك ديالي على 3 القطع. والسيروم اللي شربت به الكيك عندي 200 مل من الماء، 100 غرام من السكر، كيس من الفانيلا. ومن بعد عملته فوق النار حتى يغلي ونخليه يبرد ونشرب به الكيك. صافي هنا نبدا نمونطي الكيكه ديالي، كنشرب الكيك ومن بعد كنضيف الكريمه. ما بين كل طبقه وطبقه كنضيف الكريمه والموز والجوز. صافي هنا نزيد الموز، كما قلت لكم اي مكسرات كيعجبكم يمكنكم تضيفوهم، ولكن مذاق الجوز مع الموز كيجي رائع. نغلف الكيكه بطبقه الكريمه تكون رقيقه، ومن بعد ندخلها للثلاجه على اقل نص ساعه حتى تمسك هذيك الطبقه. ومن بعد غنكمل المونتاج ديالي للكيك. من بعد ما بردت الكيكه نضيف لها الكميه المتبقيه من الكريمه، نحاول شويه بشويه يعني الكيكه هشيشه.
ماشي ضروري نمنتوها مزيان لان حنا باقي غنزينوها. والتزيين كيبقى اختياري، زينوها كيف ما بغيتو. انا زينتها من جناب اللوز ايفيلي، يمكن لكم تزينوها باللوز كونكاسي او لا بالكاكاو كونكاسي او مبشور الشوكولاته، التزيين كيبقى اختياري. وزينت حتى بالفراوله، مذاق الفراوله مع الكريمه شي حاجه روعه. هي بصراحه كيكه بسيطه ولكن المذاق ديالها روعه، نتمنى تجربوها ودنا الاعجاب ديالكم. هذا هو شكل الكيكه ديالنا النهائي، المنظر ديالها صراحه كيشاهي بدون مبالغه، مذاقها روعه تستحق التجربه. كنتمنى تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر اللايك ليصل لكم كل جديد، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.